قفز منتخب الأردن إلى صدارة المجموعة السابعة بعد فوزه على نظيره السعودي في عقر داره 2-1 بالجولة السادسة والأخيرة للمرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وآسيا 2027 لكرة القدم. وعلى ملعب الأول بارك في الرياض، اعتلى الأردن صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن السعودية التي تراجعت للمركز الثاني، حيث سجل الأردن خلال التصفيات 16 هدفا ودخل مرماه 4 أهداف فقط، مقابل تسجيل السعودية 12 هدفا واستقبالها 3 أهداف.